هاي وزويز، الفيديو ده انطلب مني كتير بعد ما نزلته عندي في الستوريز، فحبيت انزله لكم بشكل دايم. انا كنت حابه اعمل تغيير الديكور لاخر السنه. كل سنه بحب اغير ديكور الاوضه او ترتيب الاوضه بتاعتي. طبعا السنه اللي فاتت ما قدرتش اعمل ده لان انا كنت خلاص على وشك الولاده وكده، فما كنتش قادره، وطبعا مع تعبي والخ المهم فالسنه دي قررت ان انا لازم اغير الترتيب بتاع حاجتي في الدريسنج روم، اللي هما الجزم والشنط عامه. فحبيت ان انا ارتبهم يكونوا color coordinated اكتر. هما كانوا معمولين color coordinated، يعني مترتبين على حسب اللون، بس للاسف كنت حاطه الجزم لوحدها والشنط لوحدها، فكانت الجزم مترتبه على حسب اللون والشنط مترتبه على حسب اللون، بس كنت هتلاقوا المكانين متكرر في نفس الوقت، يعني اللون الابيض متكرر هنا واللون الابيض متكرر هنا، فما كانش فيه توازن في الالوان. مش عارفه اذا انتوا فاهمين قصدي ولا لا. المهم ان انا شلت كل حاجه طبعا مع مساعده عامله المنزل بتاعتي. طبعا كانت هي نظفت لي الارفف تماما، فضينا كل حاجه نزلناها على الارض نظفناهم، وكل قطعه اتنضفت بتأني واتنضفت جامد جدا، والارفف طبعا اتغسلوا كليا. وبعدين ابتديت افضي اشيل الحاجات اللي انا ما عدتش عايزاها وعايزه ابعتها للتبرعات، وبعدين ابتديت ارص الحاجه مكانها، بس مش على حسب الشكل. المره دي هخلي كل الالوان مع بعض، ان كانوا شنط او جزم هيكونوا جنب بعض، لان قبل كده البوطات كانت مع بعض، البامبس كانوا مع بعض، الستيلاتوز مع بعض، الساندلز مع بعض، الباليريناز مع بعض، الكوتشيهات مع بعض، والشنط كانوا تماما لوحدهم على حسب برضو الديزاين والبراندز. فدلوقتي كله هيدخل في بعضه على حسب اللون، مش هيبقوا متنظمين حسب اللون والشكل، هيبقوا متنظمين فقط حسب اللون، وهيكون كده المنظر شكله احلى، وهيجمع اي حاجه، اللون الابيض مع بعض، اللون الفضي مع بعض. حاولت يكون في gradient في اللون، يعني ان احنا يكون في transition مثلا من السيلفر على الابيض للبيج للنيود للبنيات، يعني على قد ما اقدر ان يكون في transition متساوي للالوان. مش عارفه اشرحها لكم، يعني يكون في زي gradient للون ويكون شكله aesthetically pleasing اكتر. فزي ما انتم شايفين دلوقتي ابتديت ارتب. انا عملت تايم لابس لان الموضوع ده اخد مني يوم كامل، لان كل شويه ارتب الحاجه واروح بعيد، اقف بعيد جدا اشوف اذا الشكل مناسب ولا لا، وارجع اظبط تاني او اشيل تاني او احط في حته تانية، لغايه ما عرفت ان انا اوصله للشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. الكلام ده اخد مني الترتيب فقط، ان انا ارصهم مكانهم تاني اخد مني يوم كامل، والتنظيف اخد مننا حوالي 4 ساعات علشان ننزل كل حاجة تحت وننظف مكانها. فده كان الشكل النهائي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. هو فيديو قصير بس حبيت اشارككم اللحظة الجميلة دي، ان انا اخيرا وصلت للنتيجة اللي انا عايزاها. اشوفكم في الفيديو الجاي احلى وزويز. I love you so much.